السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساءكم بالخير والبركة. بداية خلونا نكسب الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بعتذر أخواني الكرام عن عدم النشر ليلة أمس بسبب أخواني الكرام كان في حظر مؤقت لمدة 24 ساعة من قبل اليوتيوب لما حكينا أخواني الكرام عن الوضع الراهن في فلسطين. طبعا هي الشيء أخواني الكرام بيحتاج دعمكم، وبالمقابل أخواني الكرام بعض الفيديوهات تعرضت أيضا للحظر أو الإزالة. هي الشيء اخواني الكرام مفروغ منه، بما انه حتى المنصة اللي نحن عم نشتغل عليها هي منصة امريكية، بالتالي راح يتم محاسبتنا على هي الشيء، لكن هي الشيء ما بينكر انه نوقف مع الحق. بالبداية اخواني الكرام مطلوب من الجميع اخواني الكرام الضغط بزر اللايك حتى الفيديو يطلع وترجع القناة اخواني الكرام لنشاطها الاولي. بداية الأمر إخواني الكرام، رسائل التخفيض أكيد إخواني الكرام بخصوص موضوع كارت الهلال الأحمر التركي نحن حكينا عنه سابقا، وهلأ رح نرجع نأكد عليه لهي الشهر إخواني الكرام. رسائل بتوصل بهي الشكل مثل مظاهرة أمامكم إخواني. طبعا تم تخفيض مساعدة صوي الخاصة بك، ذلك بسبب إعادة تقييم صوي حسب هيكلية الديموغرافية للأسرة. طيب شو المفهوم من هي الحديث؟ الرسالة بتيجي على موجبين إخواني الكرام، يا أما تخفيض المساعدة واللي هي أخواني الكرام انتقال العائلة مثلا من برنامج صوي إلى برنامج تي صوي، واللي هي زيادة دخل الأسرة، يعني كيف كانوا ياخذوا 300 صار ياخذوا 450 ليرة تركية. طبعا كل بين فترة وفترة أو يوميا الهلال الأحمر التركي بيعمل اخواني الكرام نظرة على العوائل اللي مثلا صار اصبح وضعهم تحت الصفر او بيستحقوا انه يدخلوا برنامج صوي. هي النقطة انتهينا منها. او مثلا تكون انت ببرنامج تي صوي وينقلوك اخي الكريم لبرنامج صوي، هي اسمه تخفيض المساعدة، يعني انتقالك من برنامج لبرنامج اخر. الرسالة بتجي بخلال نصين، يعني من خلال صياغتين مفهومة. بالتالي أخي الكريم الرسالة الثانية واللي هي تخفيض اللي قرار اللي أصدر الهلال الأحمر التركي من 3 شهور، واللي هي أخواني الكرام كل شخص عمره بين 30 ل 59 سنة أيضا بيشمل هي الشيء، وراح يستثنوه من دعم الهلال الأحمر التركي. ممكن أخي الكريم الدعم ما يشملك الأشهر السابقة، وهي الشهر أخي الكريم ممكن يقطعوا لك المساعدة. طيب أخي الكريم أنت مشان ما تتفاجأ بهي الموضوع اللي عم يصير الراهن بالوقت الحالي، وهي الشهر والشهر اللي قبله واللي بعده والشهر الجاي، معظم الناس راح تتفاجأ من رسائل تخفيض المساعدة. طبعا راح يستثنوا الأشخاص فقط من فئة العمرية واللي هن أخواني الكرام الذكور من 30 ل 59 عام. هي الشيء نحن ما بنقدر نغيره، لأنه بحسب الاطلاع اللي أطلع الهلال الأحمر التركي والقرار اللي أصدر الهلال الأحمر التركي عم يقول بناء على الدول المانحة أو الدول الداعمة لبرنامج الهلال الأحمر التركي أو ما يسمى برنامج صوي. حبيت أني أوضح هي الفكرة مشان الناس ما تقلق بخصوص هي الموضوع. بنفس الوقت أنا بعيد وبكرر زيارة الهلال الأحمر التركي مهمة جدا بالنسبة للأخوة المستفيدين بالوقت الراهن. يعني ممكن أنت أخي الكريم لما يزوروك ما تكون بالبيت، ممكن يقطعوا لك الكرت بدون أي مبرر وبدون أي سبب، ومع العلم أنت وعائلتك هيكلتك الكاملة متوافقة لشروط البرنامج والاستفادة من البرنامج. لكن المشكلة اللي عم تصير لما عم يزوروك بالبيت عم يفكروك إنك مغير عنوانك، ولبين ما تقنعهم أو بجوز ما يقتنعوا من هي الكلام يفكروا الشخص إنه عم يكذب. لذلك أخواني الكرام انتبهوا واخذوا الحيطة والحذر قدر الإمكان، ولما يجيكم تواصل من الهلال الأحمر التركي يحاول يكون الأب أو الأم متواجدين بالمنزل. أيضا أخواني الكرام الخبر المفرح للأخوة السوريين المقيمين على الأراضي التركية واللي عنده أخواني الكرام صفة الحماية المؤقتة. طبعا اللجوء من حق أي إنسان اليوم، لكن أنا حكيت لكم الأسبوع الماضي عن تجربة نحن قمنا فيها والحمد لله نجحت، وصلت الشحنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. السوريين المقيمين بأنقرة بإمكانهم يقدموا هي الشيء بأنفسهم من خلال الطاقة الموجودة على بوابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، توصل البريد إلى وتوضع الأوراق داخل المفوضية. بالمقابل أخي الكريم أنت هون بتكون حولت كل معلوماتك وشرحك الكامل للاستفادة من ملف داخل المفوضية. وبشركم أخواني الكرام بعام 2024 راح يكون يعني بداية العام القادم إن شاء الله راح يكون في طلبات لجوء من خلال المفوضية بأعداد كبيرة، لأنه المفوضية العامة بشكل عام أخواني الكرام اللي مستلمة أمور اللجوء في عم تصرح انه بالوقت الحالي راح يستقطبوا 2,000,000 لاجئ حول العالم، والحصة الأكبر راح تكون لتركيا بما أنه في عدد لاجئين أكبر بتركيا. نصيحتي يا أخواني الكرام الأشخاص اللي قادرين
انه يوصلوا معلوماتهم لأنقرة. لا تقصر اخي الكريم، ومو بالشرط انك تروح انت بنفسك لأنقرة كشخص انت مقيم بولاية غازي عنتاب او بمرسين. تعرفوا اليوم تكلفة المصاريف او تكلفة النقل بتكون اخواني الكرام باهظة جدا، لأنه اليوم إذا بدك تطلع بالباص أو بدك تطلع بأي سيارة خاصة اليوم أقل شيء بدك تحط 2000 ليرة، ومن عدا المصاريف الزائدة. لكن أنت أخي الكريم تجهز أوراقك وملفك. الأشخاص اللي ما بتعرف تجهز أوراقها وملفها وترسله بطريقة شحن بريدي أو من خلال شركة شحن للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نحن بنجهز لك كامل الملف أخي الكريم وبنرسل لك إياه للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. رقمنا الظاهر أمامكم. وبالنسبة للتقديم الظاهر إخواني، قدموا من خلال السفارة الكندية أو من خلال إخواني الكرام السفارة السويسرية أو من خلال القنصلية الفرنسية في ولاية اسطنبول من أجل تقديم لجوء إنساني. ما نكون خسرانين أي شيء. قدموا من خلال المنظمات. رقمنا الظاهر أمامكم. أي سؤال أو أي استفسار بخصوص موضوع التقديم كلجوء، رقمنا الظاهر أمامكم. نحن عم نقدم للناس بشيء بيرضي رب العالمين وشيء بنور رب العالمين. وفي طريقة ثانية أخواني الكرام للتقديم على فيزا شنغل في دولة من دول الاتحاد الأوروبي واللي داخلة ضمن الاتحاد الأوروبي، أتاحت التقديم إلكترونيا على فيزا شنغل. إن شاء الله ممكن بالفيديو القادم نطلعكم أيضا على طريقة التقديم حتى الناس تستفيد من هي الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.